احنا ممكن يبقى عندنا وسط شفاف بيعدي منه الضوء زي الهواء والمية النقية، وممكن يبقى عندنا وسط شبه شفاف بيعدي شوية ضوء ويسيب شوية زي الإزاز المصنفر. ممكن يبقى عندنا وسط معتم زي ورق الشجر مش بيعدي منه ضوء خالص. طب ليه قاع البحر بيبقى ضلمة رغم إن المية شفافة؟ في تجربة في كتاب العلوم لتانية إعدادي ممكن توضح لنا ده. سلوك الضوء في الأوساط المادية المختلفة. الأدوات: عدد من شرائح البلاستيك المتشابهة. كتاب. الخطوات: بنجيب كتاب ونحط فوقه شريحة بلاستيك شفافة. نكرر التجربة بإننا نزود عدد الشرائح البلاستيك فوق بعض. المشاهدة: هنلاحظ إن في أول شريحة كنا قادرين نقرأ اللي مكتوب على الكتاب، لكن كل ما زادت عدد الشرائح البلاستيك فوق الكتاب كل ما قل وضوح الرؤية. التفسير: ده اللي بيفسر إن سمك الطبقات عامل مهم في حركة الضوء، وبيفسر لنا ليه إن قاع البحر بيبقى ضلمة بالرغم إن المية شفافة. ده لأن الضوء بعد سمك 200 متر مية مش بيبقى سهل قوي إن هو يخترق المية وينور القاع.